السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة الكشري. طريقة سهلة جدا جدا، هم بس حلتين اللي هنعمل فيهم. وان شاء الله بإذن الله الطريقة سهلة وهتعجبك ومش هتاخد وقت منك ولا مجهود، وهيبقى طعمه جميل جدا، وبإذن الله هيعجبكم بإذن الله. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا حبايبي، ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفيني. ايه يا عم الواد طلع اتسندت بقى خلاص يا عم، رحت جاي في البلد صحاب ولا ايه؟ طريقة سهلة جدا ومش محتاجة وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. هي عبارة عن رز وعدس ومكرونة وسلطة. إن شاء الله هقولك على الطريقة السريعة بتاعتها ومش هتاخد وقت خالص خالص معانا. أول حاجة طبعا هنجهز مية للمكرونة، زي ما انتم شايفين كده كمية المية المناسبة اللي هتعملوا فيها. أنا هعمل نوع مكرونة، ده هو نوعين بس مكرونة. عايزة تزودي براحتك، عايزة تعملي 3 أنواع براحتك، دي حاجة ترجعلك. حط المية على البوتاجاز وحطيت فيها شوية ملح، واسيبها تغلي، هغطي عليها واسيبها تغلي. وبعد كده هبتدي ان انا اجهز الصلصه معايا. طبعا ضربت الايد في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. هجيب الحله اللي انا هعمل فيها الصلصه، حبه من الزيت قليلين على كام فص توم كده على حسب برضو ما انت عايزه، واحمرهم حلو بشويه ملح. بحب ان انا احط فيه شويه ملح عشان بيديله ايه، طرمله كده، وبيتحمر معايا كمان بسرعه. زي ما انتم شايفين كده هقلب بقى التوم كويس. وخلي بالك متخليش التوم يتحرق. بص بقى، طبعا في ناس بتحط خل بعد الثوم، يا جماعه لا، الخل ده نعمله في الفته مش الكشري، لان ناس كتير بشوفها بتعمل الحركه دي. الخل، حركه الثوم الخل دي في الفته مش الكشري. بس كده هبتدي ان الثوم يدخل في التحمير كده معايا. الميه بقى الغاليه بتاعه المكرونه، فانا بقول لكم يعني ان انا هحط المكرونه في الميه. كده كده العينين شغاله، عين شغاله على المكرونه وعين شغاله على الصلصه. اهو حطيت النوع المكرونه التاني. قبل ما الصلصه تخلص بيبقى ايدي هنا وايدي هنا، بنخلص في ثواني، مبياخدش منك وقت ولا تكلفه. ان شاء الله باذن الله الطريقه هتعجبك وسهله قوي. كده الطوب احمرت معايا، ابتدي ان انا احط عليها الصلصه. برضو كميه الصلصه اللي انت برضو هتحتاجيها بالنسبه للاكل. هقلب بقى الصلصه كده في قلب الطوب بس، وهسيبها بقى تغلي شويه. هنروح نبص على المكرونه. ادي المكرونه معايا، حطيت مكرونه اللي هي الاسباجيتي ومكرونه اللي هي الصغيره. زي ما قلت لك، عايزه تزودي انواع المكرونه انت زي ما انت حابه. والصلصه شغاله هي على العين زي ما احنا شايفين، والمكرونه شغاله على العين التانية. بص بقى، القرن ده حراق، ده برضو اختياري. لو انت مش عايزه تحطي قرن حراق، حطي قرن فلفل رومي اللي هو الاخضر العادي، بيخلي نكهه جميله قوي للصلصه وطعمه جميل كمان. طبعا احنا مجهزين اللهم صل على النبي، العدس، حاطين عليه ميه مغليه لحد ما شرب الميه المغليه خالص. وبعد كده بزود عليه ميه وبنقعه في الميه لمده ساعه، لاني مش هسلقه، هعمله في قلب الرز، فلازم ان هو يتنقع كويس عشان يطرى شويه وتحس ان العدسيه كده طريت. بعد كده خلاص صفينا المكرونه وحطيتها في المصفى كده وسايباها بقى تصفى. هنجهز معانا بقى، هنعمل دلوقتي الكشري اللي هو الرز على العدس على الشعريه. هقولك الطريقه بتاعته ازاي ان شاء الله. اول حاجه هنجيب حله ونسخن فيها شويه زيت، زي ما انتم شايفين كده. هنجهز معانا الشعريه اهي، حبه شعريه كده كويسين لان انا بحب الشعريه كتير. وبحب كمان ان انا لما باجي احط الشعريه بحط شويه ملح. ليه الملح في الشعريه؟ بيوحد لون الشعريه وبيخليها تتحمر معايا بسرعه.
بس بقى انا هروح احمرها وارجع لكم اوريكم اللون بتاعها. خلي بالكم ان لازم الشعريه تغمق شويه، يعني ما تبقاش فاتحه، لازم اللون بتاعها يكون غامق. ناس كتير بتحب اللون الشعريه يكون غامق، هو ده الصح في الكشري كمان. هوريكي درجه اللون اللي احنا هنحتاجها. بصوا كده بسم الله ما شاء الله احمرت معايا اهي. بص درجة اللون هي كده فاتحة سيكة يعني، بس حاجة بسيطة عشان اقدر ان انا احط عليها العدس واحط عليها الحاجة اللي انا هستخدمها. بس كده تمام، هي دي الدرجة اللي انا عايزاها او اللي انا هشتغل بيها. هجيب بقى العدس مصفياه طبعا، وبعد ما نقعته في المية غسلته كذا غسلة كده وصفيته، وبعد كده جبته احطه على الايه، على الشعرية. وبعد كده كمية الرز المناسبة ليكي برضو هتحطيها عليهم. بس انا اهم حاجة بس العدس يتغسل كويس، خلي بالك ونقيه كويس لا يكون فيه اتربة ولا حاجة. بصي قلبت اهوت الشعرية بالصلصة، الشعرية بالعدس بجبة. بعد كده ايه، غسلت كوباية رز او كوبايتين على حسب ما انت تستخدمي اهو. غسلته غسلة كويسة واحط بقى على العدس كده. طبعا احنا سايبين المية السخنة في الكاتل بتشتغل تمام. هو العدس يا جماعة يعتبر المية السخنة اللي احنا نقعناه فيها دوت، حاول ان هو يطريه شوية عشان يقدر ان هو يستوي مع قلب الرز. بس هشوح بقى فيهم شوية كده. هحط بقى ايه، في بهارات كشري. اول حاجة احط ملح، في كيس كده بهارات كشري في السوبر ماركت، السوبر ماركت الكبير هتلاقيه فيه، بيدي نكهة للكشري جميلة جدا جدا. لو ما لقيتهوش خلاص مش لازم، هو كده كده مش اجباري يعني. فانا هحط منه معلقة صغيرة هنا، وكمان خلي بالك ان انا هحط منه على الصلصة كمان، بيدي نكهة رهيبة وطعمها حلو. هبتدي اشوح الرز شوية، يعني ياخد ويدي كده في الرز كده تقليبتين 3، يكون ساخن معايا. طبعا زي ما قلت لكم الكاتل شغال. بسم الله ما شاء الله، متنسوش الصلاة على النبي يا جماعة واللايك على الفيديو. بس كده هننزل بقى المية السخنة. بصي بقى طبعا كمية المية ملكيش دعوة بالعدس والشعرية خالص، ما تبصلهمش. انتي بتسوي الرز العادي جدا، كمية الرز اللي انتي حطوها سوي عليها المية، ملكيش دعوة بالعدس والشعرية خالص. يعني متقوليش ان انا عاملة عدس ازود مية، لا ما تزوديش، هي الكمية المناسبة للرز بتاعك اللي انتي بتعمليه. بس كده هسيبه بقى يغلي على البوتاجاز، ولما يتشرب هوطي عليه زي الرز العادي جدا خالص، عامله زي معاملة الرز خالص. هروح نبص بقى على الصلصة، هنتبلها بقى، نحط التوابل اللي احنا عايزينها. انا بحط ملح وكمون وبهارات، حبة ملح، ادي البهارات اهي، وحبة كمون. هقلبهم بقى كويس. وقرن الفلفل زي ما انتم شايفين فيه اهو، ده حراق. لو انت مش حابه الحراق حطي اللي هو الرومي، خلي بالك بيدي نكهه وبطعم جميل كمان. ان شاء الله باذن الله هتعجبك. مفيش اسهل من كده والله، يعني اكله سريعه واقتصاديه واخر الشهر، فهي دي الاكله اللي احنا بنحتاجها. بعد كده هي كانت القوطه بقى اتسبكت اتشربت نشفت يعني، وبعد كده حطيت عليها التوابل، وبعد كده زودتها الميه، ما تخففهاش قوي يعني، كوبايه ميه بس على القوطه، لان كل ما تخففيها طبعا بتبقى ميه على الكشري مبقاش ليها طعم. هسيبها بقى تغلي غلوه كده واقفل عليها، وادي الرز اهو اتشرب وطيت عليه، واسيبه بقى خالص لحد ما يستوي. هنبتدي دلوقتي نجهز معانا، هنجيب حله فيها حبه زيت زي ما انتم شايفين كده، واسيبه يسخن. هنعمل بقى ايه، المكرونه، هنرد المكرونه. وادي الصلصه شغاله هي بس تغلي غلوه جامده كده، وبعد كده اقفل عليها. بس الزيت كده هيسخن معانا. اجيب المكرونه بقى واحطها في قلب الزيت عشان اشوحها. طبعا عشان انا ماسكه التليفون وبصور معرفتش،
هسيبه كده واركنه واحط بقى الطبق عليه. هبتدي بقى ان انا اقلب المكرونه في الزيت كده، وهحط حبه ملح وحبه فلفل اسمر. طبعا عشان انا ماسكه التليفون فمش عارفه اقلب. ادي حبه الملح بقى، ما تحدقهاش قوي يعني، خليها مظبوطه. وحطي حبه فلفل اسمر بس كده، واسيبها بقى اوطي عليها خالص، واسيبها لحد اما تستوي وتسخن كلها، تحس انها كلها سخنت خلاص تقفلي عليها. هي مش محتاجه وقت ولا حاجه، هي كده كده مسلوقه ومستويه، بس بحاول ان انا اردها بشويه زيت. طبعا انا هقفل بقى الكاميرا عشان اعرف اقلب كويس، لان انا مش عارفه اقلب خالص لان انا بصور بايدي. هغطي عليها بقى واسيبها كده. خلاص كده بالنسبه لنا الكشري خلص معانا، مفيش اسهل من كده. ادي الرز اهوت والعدس، بص لونه يعني مش غامق خالص ولونه حلو، لان في ناس بتعمله اسود. يا جماعه لا، انا زي الطريقه اللي ما عملتها لكم. وحبه الصلصه وخلاص. ادي الكشري خلص معانا، ويا رب الطريقه تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك على الفيديو والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. ايه يا عم الواد 3 سنوات بقى خلاص يا عم، رحت جاي في البلد صحاك ولا بس ايه؟ كده كده خلاص الفيديو خلص معايا، مفيش اسهل من كده. في النادي والله والسلام يا اسطى، عليكم جيت ورحمه الساعة الله 12:30 في وبركاته. النادي. رحت يعني الساعة 1.